بس انت بني ادم عاقل، انت بني ادم عاقل. تمام، انا خسرت يا عم، خسرت انا ابن خلاص خسرت. دي كوره انا رايح انفراد، رايح اجيب جون، انت فاهم، ومعايا ايكيتيكو وفيرتس فاتحين فاتحين مساحه ان انا حتى لو انا كصلاح مش عايز اجيبها جون هلعبها لهم يحطوا جون، يعني الادفانتج جون 100%. ومارك جه شد صلاح والحكم شافها واداله انذار. يا ابني طرد، طرد. ايه التحكيم الخرا ده؟ تحكيم ابنه. انا مش عايز انا ده مش تحكيم عادي. اوسخ تحكيم في العالم هو تحكيم انجلترا، تحكيم وسخ. نقطة تحول كانت هتكون في ليفربول فشخت مانشستر سيتي الشوط الثاني. هو العيب من الاقرع اللي انا هجيله شوية كده. تمام يا راجل، طرد. اقسم بالله الماتش يخلص 4-0 الشوط الثاني بس ليفربول. ايه ده؟ شو هاي المباراة اللي ما حضرها راح عليك نص عمره، وسوبرزاي راح انضغط، وهدف كان اخر دقايق وطلع حارس ليفربول حارسهم ضيع الدنيا، وهاجمين ليفربول من هون وسيتي. يا اخي انا ما بتابع دوري انجليزي كثير، بس شو المتعة هاي؟ شو المتعة؟ انا بعشق اليونايتد، بس صراحة اصفق للسيتي وليفربول على المباراة اللي قدموها اليوم. اقسم بالله جنون. شو الدوري الاسباني وشو الدوري الانجليزي ومتعة الدوري الانجليزي. انا بحياتي ما شفت مباراة بالدوري الاسباني زي شفت بالدوري الانجليزي، احكي الصراحة. شو هذا؟ حرام السيتي يفوز في هذه المباراة بكل المقاييس، مباراة مجنونة شفناها يا اخوان. المباراة الشوط الأول كانت نايمة، لكن الشوط الثاني بدأها سوبوسلاي يا اخوان بفاول من قريب نص الملعب، شاتوا يا اخوان، كسر علم الفلك يا اخوان. كيف الكورة لفت كذا يا اخوان؟ روح انصحكم تشوفوه، لدرجة تشوفوا يا اخوان اللاعبين حاطين يدهم على راسهم من قوة الفاول المرعب. هذا سوبوسلاي يا اخوان كسر التسلل وخلى السيتي يسجل، والدقيقة 90 اليسون تسبب ببلنتي، والفايكنج هالاند سجل، وخذ لك على ريمونتادا مجنونة. لكن تحسب ليفربول وقف الدقيقة 95، شاتوا صاروخ يا اخوان، دوناروما صدوا ورجع دق في العارضه، لا اله الا الله. درجه جوارديولا مو قادر يصدق، حط يده على راسه، الحمد لله انه دروما صدها. بعدين السيتي كان حيسجل الثالث، لكن سوبوسلاي يا اخوان تسبب بفاول غبي واخذ احمر. حرام عليك يا سوبوسلاي، بعد الهدف الجميل هذا اللي سجلته تسبب بمصايب على ليفربول. مبروك للسيتي على الحظ اللي معاه. هناك الكثير من مستر بلنتي، هناك الكثير من مستر بلنتي بيجيبها، والله جابها، والله جابها، والله جابها، والله جابها. قلبوا النتيجة، مانشستر سيتي قلبوا النتيجة على ليفربول بعد الهدف الجميل تبع سوبوسلاي. يا حبيبي ولع الدوري الانجليزي، ولع الدوري الانجليزي، ولع الدوري الانجليزي، ولع رسميا الدوري الانجليزي. معقول الفيل يسقط عن الشجرة؟ ولكن هنالك الكثير طلع من مستر بلنتي. مش تزعلوا مني، لا تنسى اللايك والمتابعة، ويلا على السحاسين. ابني روح وقع مع الونسو، فاضي فاضي، واحد من افضل المدربين في العالم، موسم سيء وانتهى، موسم سيء وانتهى، روح وقع معاه، خله يستلم الفريق اليوم افضل ما يستلم الفريق الموسم القادم. هذه اذا لقيت الموسم القادم، اذا لقيت الموسم القادم. توتنهام حاطين عينهم، مانشستر يونايتد حاطين عينهم، اتلتيكو مدريد حاطين عينهم، كل أمة لا إله إلا الله حاطة عينها عليه. طبعا أنا ما أعرف ريال مدريد أقالوه ترى عشان يساعدون العالم. اخذوا مدرب، اللي يبي مدرب على مستوى يروح ألونسو، اخذ ألونسو. هل أقرع اللي مو فاهم وين الله حاطه. والله العظيم السيتي في أسوأ أحوال الكروية، ومع ذلك رجع عليك في الأنفيلد. عيب عيب يرجع عليك في الأنفيلد، عيب عيب. هدف عالمي جابوا الولد سابوسلاي بتاع ليفربول ده، بس للاسف ما كانش ليه اي لازمه عشان يجي ابو توكا الاصلي ايرلينج هالاند ويخلي ردة فعل كوناتي وكريكيز واحتفال سابوسلاي ينضموا الى ردات الفعل والاحتفالات اللي ملهاش اي لازمه. يا نهار ابيض، جيت تالت، لا حول ولا قوه الا بالله. بس عايز الصراحه هدف سابوسلاي كان عالمي، بس للاسف ما حدش هيفتكره، عشان لو حبيت تفتكره كليفربولي هتقولي الهدف العالمي اللي سابوسلاي جابه في الماتش اللي خسرناه من السيتي 3-1. يا ساتر يا رب، ايه الجنو، ايه يا رجاله الماتشات الجميله دي يا رجاله. الحاجات دي مش موجوده في الدوري الاسباني ليه؟ تستاهل والله، تستاهل انك قاعد في فريق زي ده مع مدرب عرض. يعني انا بكلمك بجد، مدريد مدينه جميله يا حبيبي. لما السيتي بقى احسن الشوط الاول واحسن الشوط الثاني، لعبت 15 20 دقيقه هي اللي بدات شويه تهاجم فيها، وانت بتلعب باك يمين وبتعمل الاداء ده كل ماتش. احسن لاعب في التشكيله كلها وفي الفرقه كلها في النادي كله، احسن من المدرب نفسه. انت لاعب منظومه لوحدك، بتلاعب فرقه بالمنظر ده حرفيا هي كلها
غلط في غلط، بتعمل الاداء ده كل ماتش وبتسجل الاجوال دي حرفيا كل ماتش. في ايه يا ابني؟ انت متخيل ان سوبوسلاي من كتر ما هو لاعب منظومه يشيل منظومه لوحده كان هيكسب نادي النهارده؟ هو ما لعبوش كوره بجنيه حرفيا بجول زي ده، بيشوطها من فاول. ده حتى الفاول في منطقه اهم شويه واخطر شويه ما عملوهاش. الفاول اللي جاي اصلا من بعيد جد حاجه ما يعني انا ما اتخيلش ان هو ممكن يشوط اصلا، والواد حطها في ال90. دوناروما اللي هو من احسن حراس العالم واقف بيتفرج. راجل يا محترم، ده مدرب فريقك بيبقى عايز يكسب في اخر 5 دقايق بينزل كيرتس جونز. من مشجع لارسنال اشكر السيتي انه جلد هذا النادي الوضيع، النادي الخاضع للسيتي، النادي اللي يعطي السيتي دائما 6 نقاط، دائما 6 نقاط قدام ارسنال يلعب اهم مباراه في تاريخه، وقدام السيتي انبطاح كالعاده لا يتغير. مبروك للسيتي لانك راح تركل هذا النادي الوضيع اللي دافع 500 مليون الى الدوري الاوروبي. ليفربول انت مكانك الدوري الاوروبي، مهما شفت نفسك كبير انت مكانك الدوري الاوروبي. كل التوفيق ليونايتد لتشيلسي انهم يكونوا في المركز الرابع، اما انت مكانك الدوري الاوروبي. متقدم كنت يا ليفربول والمباراه كانت رايحه لك، قررت انك تبيع المباراه وتنبطح كالعاده. انا متاكد ان جمهور ليفربول تراه فرحان اكثر من جمهور السيتي. ليش؟ لانه بس عشان يلحقوا ارسنال في الصداره، ولكن لا انت يا جمهور الليفر ولا انت يا جمهور السيتي راح تلحق ارسنال. ماتش كي داير قمه الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي ليفربول 2-1 في الانفيلد. بريمي ميطون خوتي كمل 0-0. بريمي ميطون بارتيه كانت فري شابه، شاورا كان خاصها غير بيوتا، كان خاصها شويه ملح وتشعل. دوزيام ميطون كي دخلوا زادوا هاجوا في زوج، طلع من فرصه من مراوغات، الضغط في الوسط، جماهير تغلي في الانفيلد، حتى جا البيت الاول من ليفربول. بيت خوتي ولا اروع من سوبوزلاي. كوفر نوطا كي داير خويا لصقه له، شاولا البيت يتحمل المسؤوليه تاعه حارس المرمى. 2 في المير ها مالك خويا دوناروما، 2 في المير خليت لك على الخوا تضربها غايه. واحد كلمه الحق يقولها، ضربها غايه فكرني بروبرتو كارلوس كي راحت بدل الاتجاه تاعها مع التاليه. المهم السيتي ما تستلموش، قرصوا الفارق عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقه 84. روتري من رايان شرقي ديفياسيون خرج فيها برناردو سيلفا، كابتاها ماركا لهم 1-1. دقيقه 93 ضربه جزاء للسيتي، ضربه جزاء شرعيه. هالاند طب حطها، السلام عليكم ربحوهم 2-1 مشاو رايحين. المهم خوتي ايدوري اليوم لعب مباراه كامله بلا ما يخرج، ودار مباراه في القمه، لعب بارتيه فري شابه، وكانت عنده فرصه في دقائق توالى كان قادر يسجل الهدف الثالث. فرصه شابه قلع بها راني نقول لك حوالي 60 متر ولا، خرج فاس كان قادر يمد باس لهالاند ولا كان معاه، هو اللي طمع فيها وحده بغى يسجل هدف ضيعها، بصح ما عليش المهم ربحوا. ايش هذا الدوري الانجليزي يا جماعه الخير؟ ايش هذا الدوري الانجليزي؟ يعني اللي بيحضر وبيتابع الدوري الانجليزي بيشبع كرويا حرفيا. يا هيك المباريات يا بلاش، يا هيك المباريات عن جد يا بلاش. مباراه عالميه من المان سيتي وليفربول، بعيدا عن خساره الليفر، بس المباراه استثنائيه حتى لاخر الدقائق. بعد الهدف الثالث كان في خطا اساسا على سوبوسلاي والحكم طرده والغى الهدف واستمرت المباراه. يا جماعه الخير يعني انا مش حبتخلص، انا كان لي خاطر الحكم يضيف له 9 دقائق كمان. حرفيا يا هيك المباريات يا بلاش. مبروك مانشستر سيتي ومبروك جمهوره، وهارد لك ليفربول اللي بصراحه في شكوك في ركله الجزاء تبعت السيتي الثانيه. ما بعرف عاد، انتوا اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، فيها بلنتي ولا لا؟ كل الحب والاحترام للجميع. حنسلفك لكن بس بالعقل. لا جوارديولا وصل بيك الحال انه تفوز سلفك يا جوارديولا. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 2-1 في مباراة دراماتيكية. أنا بالنسبة لي المباراة دي ما تلعبت فيها كورة، لكن من ناحية متعة الواحد بيستمتع. أرني كلوب حدك وين أنت؟ حدك وين؟ جوارديولا اللي غلبك السنة دي ذهاب وإياب، أنت صارف 300 مليار، هو برضه صارف 300 مليار، لكن يعني المفروض أنت برضه يعني ليلة تنافس يعني تغلبه. أنا بس والله مستفزني الهدف في سوبوسلاي ده إنه خدت له 2 حيطة. يعني زود ده بيجيب لك فاول عادي ممكن منه مبدل ايه هنا. انت جاد تخط لي سوبوسلاي اللي هو ما بيوضع الكوره بس بجوده، لا هو شوطه قويه، خدت لي 2 حيطه. والله كان لكم حق تخسروا، لكن بس يعني سلفقتوا الجماعه ديل وغلبتوا. يعني انتوا ما كان خير لكم تسجلوا الهدف وتمشوا يعني وتقول خلاص سوبوسلاي يعني يمشوها له وما يدوا احمر في داعي هسه الاحتجاج، ما تخلوا تمشي ساعه يعني 3-1 يا خير من سوبوسلاي خد كارت احمر ويغيب لكم المباراه الجايه. في ناس هتحب عمر مرموش ظهر والكلام زي ده، لكن انا شايفه ما بيشبه جوارديولا باي حاجه، عشوائي مستعجل وما مضمون وعنده شويه دروشه، مع كامل الاحترام لعمر مرموش، لكن ما بيشبه نهائي كوره جوارديولا ولا حتى افكار جوارديولا. هو لاعب مباشر بصوره مجنونه، ما داير شغل الاستحواذ، ما بينفع معه. فبعد فوز السيتي يقرب لارسنال حيقبل فارق 6، والحمد لله ما تعسر عشان نشوف ارتيتا ده حيقدر ينافس لحد النهايه ولا لا.
لكن بالنسبه لليفربول شويه نوعا ما بعيد من استون فيلا، فارق 4 نقاط. لكن لاحظوا معي الكراكه ده، ما تتفاجئوا لو لقيتوه المركز الثاني في نهايه الموسم. سوبوسلاي سجل في ارسنال للبوشكاش والنهارده بيضمنها ضد السيتي، هدف اسطوري تاريخي غير عادي يا جماعه وربنا خيالي. السويرف بتاع الكوره من قدام الحيطه، هدف للتاريخ من دومينيك سوبوسلاي في القمه. اللعيبه وراه مش مصدقين ولا مقتنعين، وكوناتي بيحط ايده على دماغه لان اللي بيحصل ده جنون وغير عادي. سوبوسلاي يسجل الهدف الاول في القمه ما بين السيتي والليفر، 1-0 حاليا. توقعاتكم هل ستنتهي هكذا ام يحسب السيتي التعادل؟ جوارديولا في اللقطه دي كان يبغى ناقه، لا تبغى ناقه. طبعا نشوف اللقطه دي يقول بس شكل بيب جوارديولا لاقم فريقه ولا واحد من لعيبته ماخذ احمر. لا، زعلان انه في اخر الدقائق ضاع الثالث. مصطفى يا حبيبي لا تنسى الفولو وخلنا نكمل. وش تبغى بالثالث يا بيب جوارديولا؟ فريقك حلو جميل، ايش تبغى بالناقه؟ ايش تبغى بها؟ مدرب عظيم كان فاهمها. اما جبت الثالث وانهيت ليفربول، ترى هو اللي بينهيك، لان ليفربول بعد ضغط مرعب يا رجل. بس المباراة كان فيها نهاية دراماتيكية بشكل غير طبيعي. يعني تخيل هدف محقق، الكرة ماشية لين المرمى، يجي سوبوسلاي يسحب هالاند، ثم تدخل هدف، ثم يرجع الحكم يقول لا مو بهدف هذا فاول. فتخيل ان في اللحظة هذه سجل ليفربول، عشان تعرف ان بيب جوارديولا كان يستحق الناقة. مبروك جماهير السيتي، جبناها الطرق على ليفربول. آخر 10 دقائق السيتي يقلب النتيجة من 1-0 ل2-1. الدوري بإذن الله للسيتي. مباراة ممتعة. الأرسنال جايين كرب الكعبة. شكرا دوناروما، شكرا برناندو سيلفا، شكرا لكل لعيبة السيتي. السيتي قادم. مبروكين جمهور السيتي. رونالدو غيابه يزعلني، ولكن السيتي يفرحني مع اني مع غياب رونالدو. مبروكين وفالنا الدوري باذن الله. لا تنسى اضافه واللايك. سلام. سوبوسلاي ده اكيد لا ده مستحيل يكون طبيعي. ده مستحيل يكون طبيعي بالاهداف اللي هو بيجيبها من الفاول دي. يلا الشوطه دي يلا، ويلفت الكوره دي في المرمى. الرابع حقه جدا اللي هو يشاهد الكوره كده وهي بتدخل فيه في البعيده كده زينا كلنا واحنا بنشاهد الكوره ومصدومين من جمدانه. فاهدى بقى يلا، وعل بقى يلا. ده كله خلاص ما بقاش مصدق اللي انت بتعمله في الفاولات. حتى لعيبتك في الفريق ما بقتش مصدقه، بقت مصدومه زينا بالظبط من الاهداف اللي انت بتجيبها. يلعن ابو العشم يا اخي. احنا بقول لك احنا هناخد الدوري بايدينا ولا نعتمد على فرق في مركز سابع، مركز ثامن، مركز سادس؟ احنا مالناش دعوه. قدامنا باين 11 ماتش نكسبهم ناخد الدوري. ليفربول يلعن ابو العشم يا اخي. انت بتلعب شوط تاني برشلونه بقى والبرازيل بقى وايه ده، رونالدينيو مع ريفالدو مع ايه يا جدعان؟ قلنا خلاص ليفربول هتدشمل. جون سوبوسلاي ده ما بيجيش غير فينا. فاكرين نفس الجون في الانفيلد برضه ضد الليفر في الدور الاول. وجويه ايه يا جويه؟ ايه يا صلاح الخرا ده كمان؟ بلا جويه بلا بتاع. ايه يا صلاح الخرا اللي انت بتقدمه؟ انت ايه بجد؟ انت ايه معتزل؟ ده معتزل من سنين، ده بيلعب ماتش خيري. دي يعني فورمة واحد بيلعب. انا مش عارف هو حتى ما بيخرجوش ليه ومقعدوا ليه. يعني انا مش عارف بصراحه فورمة صلاح الموسم ده. راحوا جيبوا التالت بقى، يلا انهوها بقى خالص والله. لا اوف اليسون صد. احنا بقول لك احنا هناخد الدوري بايدينا. مش هتعشم في اي حد تاني خلاص. انا اللي شاطر فاول قدام سوبوسلاي. لا اقسم بالله الكوره دي فكرتني من كريستيانو رونالدو. هي بالظبط يا جدعان. عدت من جنب الحته، لفت راحت دخلت في الجون. هي عارفه طريقها اصلا. لما شفت الكوره دي ما جاش في دماغي غير كريستيانو رونالدو وهو بيحطها كده. الجون اللي بقى ماركه مسجله باسمك ده سوبوسلاي، مره في ارسنال ومره في سيتي، اعظم 2 في الدوري الانجليزي. عارف الهدف ده عمل ايه في الدوري الانجليزي؟ ده خلى ارسنال يضمن الدوري ب 90% خلاص. ده عنده فيه هدفين هيترشحوا البوشكاش من سوبوسلاي بس. لا هو بعيدا عن الماتش، بعيدا عن ايه ده يا صاحبي؟ ايه انا ايه نجمي؟ ولا لا انت كابتن ماجد، هي مش دي الضربه المزدوجه ولا الضربتين المدمرتين؟ هم دول الضربتين المدمرتين. ايه لا في ما هتكلم بالعقل والمنطق. عقل ده مش عقل ومنطق. لا عقل ولا منطق، دي خيال علمي. عايزين يا شباب نتفق كلنا مع بعض كده ان ماتش السيتي وليفربول اخر 10 سنين هو تاني امتع ماتش بعد الكلاسيكو، وساعات بيبقى امتع من الكلاسيكو. وممكن حد يفسر لي ايه المنظر ده؟ ايه الفاول ده؟ بس والله يا جماعه اكتر واحد صعبان عليا في الليله دي كلها هو سوبوسلاي. الراجل سجل هدف وحط فريقه في المقدمه ورجع عشان يمنع الهدف الثالث للسيتي، قام اتطرد. حبيبي يا ملك والله حبيبي. ماتش بتاريخ 8/2/2026 ما فيش بعد كده اداء. بس ما اعرفش انت ايه اللي حصل لك.
انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جد في حياتك؟ بس بعيدا عن الماتش واللي حصل فيه يا جماعه، الراجل ده الكوره في رجله دواء، اقسم بالله العظيم الراجل ده بلغتنا احنا في مصر معجون كوره. نزل تقريبا على الدقيقه 60 حل كل حاجه، عنده حل مشاكل اي حاجه موجوده في الملعب بالنسبه لمانشستر سيتي. نوعيه اللعيبه اللي عينك تحب تشوفها، دي نوعيه اللعيبه اللي انت بتستنى الماتش مخصوص عشان تتفرج عليهم عشان تتكيف كوره. يا اخوان الدوري الانجليزي بجننك، بهبلك، بيخليك تقعد تحكي مع حالك. مباراة ليفربول مانشستر سيتي الشوط الاول انتهى صفار، رحنا على الشوط الثاني اول الدقائق ليفربول اقنع، امتع، بيحاول اكثر لدرجة انه اسفرت بعد هذا الضغط فاول لليفربول. مين بتقدم لتنفيذ الركلة؟ سوبوسلاي بينفذها وبتستقر الكرة بالشباك بهدف جميل جدا 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 بالدقيقة 74. مشي الوقت، دقيقة قد صارت 84. هل يستسلم مانشستر سيتي؟ لا. هالاند بيرتقي، بيصنع بالرأس لبرناردو سيلفا. مين كاسر التسلل؟ صاحب جول ليفربول سوبوسلاي، بيكسر تسلل، جول لبرناردو سيلفا، هدف التعادل. بيمشي الوقت بدل الضائع، مانشستر سيتي بياخذوا ركلة جزاء بينفذها هالاند، بيسجل جول برضه، بتصير مباراة 2-1، بتتشقلب كلها بعد ما كان ليفربول الفايز وخلاص رايحة لليفربول. بتقدم كل لعيبه ليفربول، خلاص مش ضايع الوقت واحنا ما بدنا نخلص، مع الحارس بتقدموا كلهم، بسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث، بلغيه الحكم. ليش؟ بقول لك لما بنت الهجمه في فاول، فانلغى الجول الثالث مع انه كان راح يكون جميل وحراق. على كل حال عشان هيك بنتابع الدوري الانجليزي وهاي المباريات بالاخص. مبروك مانشستر سيتي وجماهيره، هارد لك لجماهير ليفربول. السلام عليكم. انا استمتعت وخدت جرعه كوره من الماتش ده في الدوري الانجليزي، بص باحساس انا ما اقدرش اوصفه لك، بس بجد يا بخت اي حد اتفرج على الماتش ده. ايه الجمال والحلاوه والعظمه دي من الفرقتين. الماتش ما هديش دقيقه واحده بس من بدايه الماتش لاخر الماتش. اول حاجه الاثنين على فكره كانوا يستحقوا الماتش، اذا كان مانشستر سيتي او ليفربول، كل واحد منهم لعب بشوط عالمي. الشوط الاولاني كان في مصلحه مانشستر سيتي، مانشستر سيتي هو اللي كان ضاغط، هو اللي كان بيعمل فرص. ليفربول كان مختفي تماما الشوط الاولاني. اسوء حاجه كانت في السيتي الشوط الاولاني ان هو ما جابش هدف. افضل لعيب النهارده كان موجود في السيتي، قطع كميه كور مش طبيعيه، من افضل الصفقات اللي حصلت في يناير هو مارك جوي. هالاند اخيرا بيكسر صيامه قصاد ليفربول في الانفيلد وبيسجل اول هدف ليه. رودري النهارده تالق وادالنا حاجه كده من ريحه رودري 2023. دوناروما هو ده تصدي الماتش في الدقيقه دي، التصدي ده هو ده اللي جاب الماتش. ريان شاري، هتقول لي ريان شاري عمل ايه؟ عايز اقول لك هو نزل الشوط الثاني ما عملش غير كوره واحده بس اللي هي البري اسيست للجول الاولاني. ريان ايت نوري لعب ماتش حلو قوي تحديدا في الجانب الهجومي، وده ادى فرصه ان نيكو اورالي يلعب في نص الملعب وبرده قدم ماتش جامد. مبروك لمانشستر سيتي، ماتش يرجعهم تاني المنافسه على الدوري، واخر مره السيتي كسبت ليفربول في الانفيلد كانت 2021. يا مجنون يا ايرلينغ هالاند، يا مجنون يا بيب جوارديولا، انت شو عملت بليفربول في اخر الدقائق؟ انتم متخيلين معي كانوا خسرانين يا جماعه. مانشستر سيتي خلص كانوا خسرانين في ارض انفيلد، في ارض ليفربول، في اخر الدقائق سجلوا هدفين، لك هدفين برناردو سيلفا وايرلينغ هالاند، بينالتي. بيب جوارديولا راح جننوه لعيبته في ادائهم ممتاز. سيناريو مجنون، سيناريو مجنون في الدوري هلا الانجليزي. هلا فرق نقاط بين ارسنال والسيتي بس 6 نقاط، يعني ماتشين اذا تعثروا ارسنال هلا اذا تعثروا بحي الله ماتش وفازوا السيتي في كل الماتشات فهن حيتصدروا وحيفوزوا في الدوري الانجليزي. انا عم قلكن اياها، بيب جوارديولا خبيث خصوصي في الدوري الانجليزي. فمن شان هيك انتوا اذا بعدكم مو متابعيني تابعوني وحطوا لي لايك. إذا تريد تتمتع بكرة القدم لازم تشاهد الدوري الإنجليزي يا عزيزي المشاهد. واحدة من أجمل المباريات هذا الموسم شفناها بين ليفربول ومانشستر سيتي، بعد ما كان ليفربول متقدم 1-0 عن طريق سوبوسلاي صاروخية، عادة بيب جوارديولا ولاعبينه هدف التعادل، وهالاند جول الثاني وشعل الدوري الانجليزي. حاليا الفارق بين ارسنال والسيتي 6 نقاط. هل بيب جوارديولا قادر ياخذ الدوري؟ اكتب لنا بالتعليقات. انت عملت كل حاجه النهارده، حرفيا انت عملت كل حاجه، سجلت جون جامد، فرقتك خسرت، خدت طرد. بعدين يا اسطى ده انت غبي والله العظيم 3، ده انت لاعب غبي. طب ما يا ابني ابلع التالت، ما انت كده كده خسران الماتش، احسن ما تاخد طرد يا مغفل. كده كده راح جون، سيبه بدل لما ترجع تاخد طرد، ما هي كده خربان. لا تتذاكى تعمل فاول او بعد كده ويعمل معاك فاول عشان نرجع لاصل اللعبه تلاقي نفسك واخد طرد. ده غباء.
ده انا ما سموش انت جبت جون جامد بس انت غبي. الفاسيه النرويجيه النهارده سجلت من ضربه جزاء اخيرا بعد كميه الفرص اللي كان بيضيعها في الماتشات اللي فاتت. كل اللي اقدر اقوله انها ضربه جزاء بصراحه صعبه قوي في توقيت صعب قوي، هي اللي قلبت النتيجه دي بصراحه. لكن ليفربول الشوط الثاني كان احسن بكتير. عامل المشترك بين الفرقتين هو تضييع الفرص، مبدعين في تضييع الفرص. في النهايه فوز مهم لمانشستر سيتي عشان يلحق بالسباق لا مع ارسنال في صداره الدوري، يلحقوا بس يحصلوا. هاي قمة من البريمير ليج، هاي قمة السيتي وليفربول، قمة المدربين سلوت وبيبي جوارديولا، قمة الريمونتادا من السيتي. الصراحة بداية المباراة سوبوسلاي أداء متميز خلته إنه يفتتح التسجيل قبل السيتي من ركلة ثابتة، ركلة حرة خلت دوناروما يصفن بمكانه الصراحة ويعجز عن التحرك، واللي تسبب أيضا سوبوسلاي بهدف على فريقه للسيتي. أي نعم كسر تسلل. الصراحة يعني مواقف طريفة تحمل هاي المباراة. هالاند اللي كان عنده عقدة ملازمته عقدة الأنفيلد، نعتبر الهدفين من هالاند. نعم الهدف الأول اللي صنعه لسيلفا، والهدف الثاني من ركلة الجزاء اللي صراحة ردة فعله واحتفاليته عبرت لنا عن مدى يعني انه الهدف غالي بالنسبة له انه يسجل على أنفيلد هلا على آخر دقائق. الله على قمة السيتي هاي. قبل ما اتكلم في اي حاجه، انت مقتنع ان دي ضربه جزاء؟ قبل ما اتكلم واقول اي حاجه عن المدرب انت مقتنع ان ضربه جزاء؟ ده حتى ما رجعش للفار بص فيه. انت مقتنع ان ضربه جزاء؟ لا مش مقتنع. من 79 سنه اول مره ليفربول يخسر من السيتي رايح جاي. يا سلام على الارقام اللي بتتكسر علينا. انت من اسوأ المدربين اللي شفتهم في حياتي. انا مش فاهم الكرة دي ضاعت ازاي. حد يتكلم معايا يقول لي ازاي الكرة دي تضيع اصلا من المهاجم بتاعنا اللي بيخلص الاناني، دي تضيع ازاي؟ ما طبيعي اللي ضيع يستقبل. ارجل واحد في ليفربول، افضل لاعب في ليفربول، واكتر لاعب بيموت نفسه على الكرة وعارف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه. اتفرج على الجنون، انا مش هتكلم. اتفرج بوشكاش وربنا. ايه يا جدعان سابوزلاي ده؟ لا ده مش لعيب عادي وربنا. ليفربول عندها مدفعيه. دومينيك سابوزلاي مخلي ليفربول نفسها تاخد ركله حره اكتر من ركله الجزاء، عشان اي ركله حره هتاخدها ليفربول نسبه انها تيجي هدف لو سابوزلاي شاطها اعلى من انها تيجي هدف لو جت ضربه جزاء. انا هنا مش ببالغ وربنا، عشان اللي قدامك دوت لو عرفت في اخر 10 لقاءات جايب كام هدف ركله حره انت هتتجنن. وانا مش هقول لك، انا اسيب لك مشجعين ليفربول يقولوا لك في الكومنتات. لو ليفربول كان عندها ستيفن جيرارد فدلوقتي عندهم المونكيز دومينيك سابوزلاي. لو تسالني اللعنه بدات منين اقول لك من اللقطه دي. هدف دومينيك سابوزلاي قصاد ارسنال ان ركله حره ما كانش فيه اي حد فينا يتخيل انها ممكن تيجي، عشان يثبت دومينيك سابوزلاي انها مش مجرد صدفه. النهارده بيضرب مدفعيه في مرمى دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي، هدف اقل ما يتقال عليه ان هو يستاهل جايزه بوش. الريمونتادا من سيتي بيب على ليفربول وفي الانفيلد بعد هدف صاروخي سجله سوبوسلاي من ركله حره لا تصد ولا ترد ومن مسافه بعيده. الوحش النرويجي هالاند في الدقيقه 84 صنع هدف التعادل وبعدها سجل هدف الفوز عن طريق ركله جزاء في الدقيقه 93. الفريقين قدموا مباراه كبيره، لكن ياهي خيبه امل لعشاق ليفربول، ياهي فرحه لجوارديولا اللي خلى الفارق 6 نقاط مع الارسنال. مباراه ممتعه وقويه وكانت جدا تنافسيه. بارك لعشاق ليفربول والف مبروك لعشاق السيتي. عمونا بالمتابعه. يعني ايه ده بيعمل كده؟ ده الموضوع سهل بالنسبه له. سوبوسلاي يا جدعان لو جات له ركله حره روح سنتر، ما تتعبش نفسك. ساهم ب 21 هدف في 40 مباراه، ده خط نص يا جدعان ماشي. الفريق اصلا ميت اكلينيكيا من اول الموسم. عالمي يا ابني والله. الراجل ده لو في فريق تاني كان زمانه منافس على البالون دور دلوقتي، بس ليفربول ظلموا مع ارن سلوت والله. اقسم بالله الماتش ده جنان، اللي حصل في الماتش ده جنان. هل معاه هدف سوبوسلاي كان عامل ازاي وهدف بوشكاش؟ هل بقى التألق اللي حصل في الماتش ده راح جاي سوبوسلاي مطرود. الراجل ده اللي عمره ما سجل في الانفيلد النهارده بيسجل هدف وكمان بيعمل اسيست. طب انا دلوقتي افرح ولا ازعل؟ انت جايب جون وخدت انذار، انا في الفانتازي اعمل ايه دلوقتي؟ لو كره سوبوسلاي طرد فالكره دي كمان طرد المفروض. الصراحه من احلى حاجات الماتش ان الكره دي جت جون. بس اقسم بالله الماتش ده من اقوى الماتشات اللي حصل في الدوري الانجليزي حاليا. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.